ازيكم؟ في الفيديو ده هقول لكم ازاي زرعت فلفل الوان فوق السطح بنظام الداتش باكيت. جبت الشتلات من مزرعة توليما فارم، وكانت فلفل الوان اصفر واحمر. ابتديت ازرع الشتلات في الداتش باكيت، كل نبات لوحده. بعد ما زرعت الشتلات شغلت عليها المية لمدة 5 دقايق وعطشتها لمدة 3 ايام. وحابب اشكر مزرعة توليما فارم على الشتلات. وبعد مرور اسبوع ده كان شكل النبات. وده شكل النبات بعد اسبوعين. وفي الفترة دي اشتريت ميكس A وميكس B جاهزين للاستخدام، والمحلول ده كان خاص بمرحلة النمو الخضري. وبعدها بفترة اكتشفت ان احنا ممكن نحضر المحلول بدل ما نشتريه. اشتريت جهاز BH و TDS عشان اظبط BH و EC المحلول. لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر عن المحلول المغذي ونظام الري اكتبولي في الكومنتات، وان شاء الله نعمل لكم حلقة نتكلم فيها عنهم بالتفصيل. اتأكدت ان حامل الثمار مشدود كويس، وابتديت اجهز لتربية الفلفل. اشتريت الخيط ده وابتديت اعلقه في حامل الثمار على مسافات متساوية لكل نبات خيطين، عشان انا هربي الفلفل بالطريقة الهولندي. وتعلمت اعمل العقدة دي عشان بعد كده تسهل عليا شد الفروع. وهنا كان عدى شهر تقريبا، وابتديت الف كل خيط على الفرع بتاعه. دي الطريقة اللي انا ربيت بيها الفلفل. لو النبات طلع على قمة واحدة بنشيلها، فبيطلع 2 أو 3 بنختار منهم أقوى قمتين ودول اللي بيكملوا معانا. بنشيل كل الورق اللي تحت ال7 وزهرة الزيرو، وكل قمة بتتحول لفرع. الفرع بيطلع قمتين، بنبتدي نختار أقوى قمتين من ال4 بس يكونوا عكس بعض، بحيث إن احنا نفتح قلب الشجرة نطوش القمتين التانيين. بنشيل الزهرة اللي بين ال7 لو موجودة، وبعد كده كل قمة بتتحول لفرع. الفرع ده بيبقى فيه قمتين. بنكرر نفس العملية كل مرة، والهدف من العملية دي ان انا انتج ثمار واخدة نفس الشكل ونفس الحجم. وطبعا في مشاكل لازم تواجهنا. الفلفل اتصاب حالة دودي، وللأسف انا ما كنتش موجود في الفترة دي باستمرار، بس الحمد لله اتعاملت واستخدمت مستخلص شطة وجاب معايا نتيجة كويسة، والخسائر كانت شجرة واحدة. ودي شكل إصابة الحلم تحت الميكروسكوب. بس مش هنا هتنتهي المشاكل. للأسف جهاز البي اتش والتي دي اس باظوا بعد فترة، وخدت أول حصاد بس من الفلفل. وبعد فترة الفلفل بدأ يحصل فيه تدهور، لأن المحلول ما كانش بيوصل ليه بشكل مظبوط. كنت محبط الفترة دي جدا، واضطريت ان انا اشيل الفلفل بعد ما اخد الحصاد اللي عليه. هي كانت فترة صعبة، بس الرحلة مش هتنتهي لحد هنا. لو حابب تعرف ايه اللي حصل بعد كده، متنساش تشترك في القناة وتعمل لي لايك وشير وتتمنى لي من قلبك الخير. كان معاكم محمد رمضان، سلام.